في تقديرات بتقول إن الإنسان بياخد 35 ألف قرار في اليوم. تخيل 35 ألف قرار. وطبعا مش كلها قرارات كبيرة، معظم القرارات دي بتبقى زي هلبس إيه، هرد على المسج دي دلوقتي ولا بعدين، أكل إيه، فين مفتاحي، أخش على السوشيال ميديا ولا أكمل شغل. قرارات صغيرة بس بتستهلك جزء كبير قوي من دماغنا، وعشان كده مع نهاية اليوم بتلاقي نفسك بتختار أسهل اختيار، مش شرط يكون أحسن واحد. وده بيفسر ليه ناس كتير بتلتزم مثلا بالأكل الصحي طول اليوم وبعدين تيجي آخر النهار تطلب فاست فود، أو بتلتزم بالمذاكرة وبعدين فجأة تفضل ساعات تقلب في ريلز ملهاش أي معنى. ساعات المشكلة بتكون إن خزان الطاقة الذهنية بتاعنا بدأ يفضى خلاص. عمرك فكرت ليه ستيف جوبز ورجال أعمال تانيين بيلبسوا نفس اللبس تقريبا كل يوم؟ أكيد مش لأنهم مش مهتمين بالموضة أو البخل مثلا، لكن لأنهم كانوا عايزين يوفروا طاقتهم للحاجات اللي تستحق. كل قرار صغير بتلغيه من يومك بتفضي مكان لقرار أكبر. وكل ما كنت منظم أكتر خارجيا، يعني مثلا في مكان معين لمفاتيحك، شنطة خروجك، بيئتك عامة منظمة، كل ما قدرت تفكر بشكل أحسن. ومش بس القرارات الصغيرة هي المشكلة، في حاجات تانية مهمة زي القرارات المؤجلة، رسالة محتاج ترد عليها من أسبوع، كلمة تقيلة على قلبك، قرار خايف تاخده. كأنك فاتح تطبيقات كتيرة قوي في الموبايل شغالة في الخلفية، حتى لو مش بتستخدمها بتستهلك البطارية. وده اللي بيحصل في دماغنا. في ظاهرة نفسية اسمها تأثير زيجارنيك. لاحظوا إن الإنسان بيفكر في الحاجات اللي ما خلصهاش أكتر بكتير من الحاجات اللي خلصها، كأن مخك بيقعد يقولك لسه انت ما خلصتش لغاية لما تخلص اللي عليك. ونيجي بقى لمرض العصر، السوشيال ميديا مش بس بتهدر وقتنا، لا بتهدر طاقتنا الذهنية. ده لأننا بنعمل كم قرارات، لأن قدامنا مئات الاختيارات اللي بتتعرض علينا. أشوف الفيديو ده ولا ده، أشتري ولا استنى، أكمل ولا أقفل وأخش أنام. كل دقيقة اختيارات، وأغلبها اختيارات وهمية ما فيهاش أي فايدة أصلا. عشان كده لما بتقعد تقلب في موبايلك ساعات بتحس انك تعبان. طيب ازاي نقلل هدر الطاقة؟ ابدأ ب3 حاجات بسيطة. اولا، قلل القرارات المتكررة، رتب لبسك، اكلك، اعمل روتين لحياتك. كل قرار متكرر تشيله بيوفر مساحة لقرار أهم. تاني حاجة، احسم بدل ما تأجل. مش كل حاجة محتاجة تفكير أسبوع، في قرارات تمن تأجيلها بيبقى غالي قوي. تالت حاجة، احمي انتباهك، لأننا في زمن أغلى حاجة فيه مش الفلوس ولا الوقت، العملة الأغلى هي الانتباه.